هاي أم نور، طبيبة بشرية وأخصائية تغذية علاجية، وابتدينا سلسلة رمضان هاشتاج رمضانك صحي أو healthy wealthy رمضان. إزاي تكسر صيامك؟ أول حاجة تعملها كوباية مية دافية، لأن المعدة بتبقى نايمة طول النهار ومرتاحة. ما تجيش أنت وهوب تروح خابطها أكل 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 أكل، هي هتتخض. صحيها بالراحة. ابتدي اكسر صيامك بكوباية مية دافية، وبعد كده اعمل الشوت: نص كوباية مية، نص ليمونة معصورة، عليها نص معلقة صغيرة من الكركم. الشط ده بيساعد الجسم ان هو يهضم حاجات تانية كتير، ويساعد ان هو ينظم شهيتك، ويساعد كمان ينظم انسولين الدم وسكر الدم. وبعد كده تستهدي بالله وتقوم تصلي وتدعي شوية، وبعد كده يكون عدى مثلا 10 دقايق ربع ساعة تبتدي بكوباية الشوربة. وبعدين اللي بيسأل هل ممكن اخد تمر؟ التمر فيه ابحاث كتيرة اتعملت عليه. التمر من النشويات المعقدة، فالعدد الفردي منها زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال 1 أو 3. انا افضل 1 أو 3 كفاية. منقوعة في مية او منقوعة في كوباية لبن، دي ما بتعليش معدل السكر او بتعليه ببطء جدا على مدار الساعات الفطار. فلازم أرجوك تفطر بالطريقة اللي أنا قلتها لك: كوباية مية دافية، الشاط اللي هو عبارة عن مية وليمون وكركم، وبعد كده لو أنت عايز ده أوبشنال، عايز تاخد التمر منقوع في المية أو في اللبن، وبعد كده نقوم نصلي ونريح معدتنا تصحى، نرجع نكمل فطارنا. استنوني في نصيحة بكرة هقول لكم نعمل الفطار وترتيب الأكل إزاي.